السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة وصفات الأحلام. وصفتنا اليوم هي وصفة البسبوسة بنكهة البرتقال والحامض في قالب المادلين، سهلة وسريعة في التحضير خصوصا لضيوف الغفلة. تابعوا معي المكونات وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير سأحتاج إلى 250 غرام من السميد الرقيق، وسأحتاج 100 ملل من زيت المائدة ما يعادل ثلثي كأس العنبة. سأحتاج 100 غرام من السكر الخشن ما يعادل ثلثي كأس أيضا، وثلثي كأس من الحليب ما يعادل 100 ملل من الحليب. سأحتاج إلى كيس من خميرة حلويات ما يعادل 8 غرام من البيكنج باودر، ملعقة صغيرة من قشور الليمون الحامض والبرتقال. أنا كانت لدي تحضير مسبق في تحضير مركز الليمون والبرتقال. إذا لم تتوفر لديكم يمكنكم استعمال نصف قشرة ليمونة ونصف قشرة ليمونة حامضة. قليل من الملح، بيضتان. بالنسبة للطريقة سأضع الملح، سأضع البيض، بيضتان، سكر، قشر الليمون الحامض والبرتقال. أمزج الكل حتى تذوب حبيبات السكر. بعد أن ذاب السكر سأضيف الحليب. يمكنكم تعويض الحليب بالبرتقال، ويمكنكم أيضا وضع الياغورت. أحرك. الآن أضيف السميد 250 غرام، بيكنج باودر أو خميرة الحلويات. أمزج. الآن العجين جاهز، سأتركه يرتاح ل5 دقائق. بعد أن ارتاحت العجين سأحتاج إلى مول خاص بالكب كيك. قمت بدهنه بالزبدة ورشه بالسميد، نفس نوع السميد الذي استعملت في العجين. وسأقوم بوضع العجين هنا في الوسط، كل واحدة أضع القليل من العجين وأترك لها الفراغ، قليل من الفراغ كي تنتفخ وتنضج. لا أملأها تماما. انتهيت الآن من وضع البسبوسة في صينية الكب كيك. يمكنكم تعويضها بوضع هذه القوالب الخاصة بالكيش. بالنسبة لهذه الكمية حصلت على 12 قطعة، نفس كمية صينية الكب كيك. سأضعها الآن في فرن ساخن درجة حرارة 170 درجة، تقريبا ما بين 15 دقيقة إلى 20 دقيقة. وها هي البسبوسة بعد أن خرجتها من الفرن. سأضع عليها القطر، قطر محضر من ماء وسكر. في هذا القطر أنا ما استعمل لا ماء ولا سكر، لا استعملت العسل الذي كنت حضرته في تحضير مسبق، ووضعته معه قليل من الماء وتركته حتى يذوب العسل. سأغرق الأمر دقيقة واحدة. وهذا هو الشكل النهائي لبسبوسة اليوم. بالنسبة للنكهة أنا استعملت نكهة البرتقال والحامض، يمكنكم تعوضوها بالفانيليا، كما يمكنكم وضع قطع من الزبيب مقطع أو التمر، تبقى حسب الرغبة. يمكنكم وضع قليل من قطع شوكولاتة الكوكيز. في النهاية وفي الختام أستودعكم الله، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو والانضمام إلى صفحتنا في الفيسبوك. في أمان الله.